ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدين تلفزيون الراي وبروجرام رايكم شباب. في هذا السيجمنت راح نسلط الضوء على اطفال ما شاء الله يمتلكون قوه كبيره لا اله الا الله، والهدف من هذا السيجمنت ان احنا نشوف شنو هي نوع قوتهم وشلون انهم شنو النظام الغذائي، شلون هم يقدرون يكيفون مع هذه القوه ان شاء الله يا رب. مع الوالد اكيد اللي هو معانا عبد الوهاب الحداد وهو مدرب كمال الاجسام، راح تضيف برنامج مدرب قوه الاجسام. يعطيك العافيه برنامج رايكم شباب. وايضا الاطفال الصغار اللي هم يمكن لقبهم اللي هم اقوى اطفال في العالم اللي هو سلطان الحداد عمره 9 سنوات، اقوى طفل في العالم ما شاء الله رب. وعندنا ايضا عبد الله الحداد عمره 10 سنوات، اقوى طفل في العالم. راح نذكر ان شاء الله في هذا السيجمنت عشان الله يحفظ عيالك. كم طفل عندك؟ عندي 8. 8 تبارك الرحمن. كلهم اقوياء؟ اي الحمد لله كلهم ممتازين بالقوه. هل حتى بنات عندك؟ البنات موجودين نعم، عندي 5 بنات. رياضيين يعني؟ والله هم يعني مو يبون رياضيين صح، بس يعني في عندهم مشاكل في نادي الفتاة حاليا، ولا هم ودهم يوصلون وما عندنا مانع انهم يوصلون، ولكن في شغلات تدرون المواصلات والدعم، لابد من المواصلات والدعم. يعني هم لاعبات رياضيات في نادي الفتاة، لكن بداية احنا حنسلط الضوء على عبد الله وسلطان. كلمنا عن نوع القوة اللي هم يمتلكونها. اولا عبد الله وسلطان كانوا دائما هم اصغر من السن هذا، كل ما اروح النادي والعب ويشوفوني كانوا دائما ياخذنا معك نلعب. فبحكم انهم صغار الناس ما راح تفهم انهم مميزين، يعني هذول الاطفال بصراحه ما شاء الله مميزين. يعني مو اي طفل عنده القوه والصلابه انه يشيل 40 كيلو في سنه، يعني الاطفال. فمره على مره هو عفوا شو السؤال عشان خربطت السؤال. نوع القوه اللي هم عندهم؟ هم قوتهم طبيعيه، نوع القوه كتمرين وهم نفس الطريقه يلعبون اقوى رجل ولعبه رفع اثقال. ما شاء الله. رفع اثقال. ما شاء الله. سلطان شلونك؟ زين. تمام؟ شكلك شيء جدا يا سلطان ولا لا؟ وين عضلاتك سلطان؟ موجود عندك باي يعني؟ شويه. سلطان امتى ابتديت تحس ان انت قوي وتقدر تشيل اوزان ثقيله زي الوالد؟ لما اتمرن. لما تتمرن يعني من كان عمرك كام سنه؟ فاكر ولا لا؟ 8 كده. ما شاء الله. وعبد الله يعني قول لي انت من يعني مثلا عشان دايما تشوف الوالد بيشيل اثقال فكنت عايز تعمل زيه، ولا انت حسيت ان انت في قوه كده غير بقيه الاطفال اللي معاك في المدرسه مثلا؟ لا بس انا اول احب اشكركم عشان استضفتوني. احنا بنشكرك عشان انت عندنا يا عبد الله. شكرا. شنو السؤال ما فهمته؟ طيب انت امتى حسيت ان انت قوي او عايز تشيل اثقال؟ يعني من زمان ولا لا، ولا بس عشان كنت بتشوف الوالد ان هو بيشيل اثقال فبقيت عايز تشيل اثقال زيه؟ لا بس انا حبيت اللعبه، شفته يلعبها كنت اقول له بلعب يقول تتعوران. بس انا قلت انصر على اللعبه. يعني جبرني اني اخذه. حلو. يعني عن قناعه عيالك ما شاء الله حبوا اللي هو شيل الاثقال الثقيله، هي 40 كيلو 50 كيلو. ازيد يعني مثلا الشخص الطبيعي كم عمره اللي يشيل مثلا 50 او 40 كيلو؟ الطبيعي اعمارهم على 16 17 سنه ما شاء الله. يعني حاليا انا عبد الله في بطوله جايه الحين ان شاء الله في رفع اثقال، والبطوله هذه اقل وزن اتوقع 58، عبد الله وزنه 40 يعني، وكبار بالسن 14 15. ان شاء الله راح اخليه قدام العالم طبيعيا، قوه معترف فيها يعني بطوله معترف فيها، راح يفوز على المركز الاول. حلو. اذا شلون طبيعيا؟ شنو هو النظام الغذائي؟ شلون طريقه اكلهم؟ شنو التمارين الرياضيه اللي دائما اللعبه هذه تعتمد على شغلتين، تعتمد اول شيء على البروتين، هي الاسماك واللحوم نفس ما انتم عارفين، والشغله الثانيه على الفيتامينات. فشيء طبيعي طبعا لما يلعب اللعبه هاي لازم يرفع نسبه البروتين، يعني يزيد نسبه البروتين في جسمه، وباثناء التمرين يحرق البروتينات هاي في جسمه. طب انا عايزه اعرف يعني سؤال ممكن يتبادر للاذهان، انه مثلا حضرتك او اي حد بيشيل اثقال بيبقى باين على بنيته في عضلات كده، هم شكلهم اطفال عاديين زي اي اطفال. هذا المفهوم الخاطئ. لعبه القوه ما تعتمد على الشكل خالص نهائيا. يعني سلطان وزنه كم؟ 25 كيلو ما شاء الله. انت تشوفينه 25 كيلو وما شاء الله، لكن يشيل 40 كيلو يشيلها من الارض يرفعها فوق، مو يشيلها مجرد شيل. يشيل ريل 50 كيلو يعني حط الوزن ويقعد بالقاع ويقوم، لو في واحد وزنه 50 يشيله ويقعد. فهي لعبه القوه تعتمد على القوه الجسمانيه العضليه مو على الشكل. انتم اخذتوا من كمال اجسام الشغلات الهرمونات والشغلات الزايده في اعضائكم، هذه مو قوه، هذه شكل بس. ده شكل بس. احنا شايفين على الهواء ده فيديو لسلطان وعبد الله.
اي نعم. حلو. يمكن عبد الوهاب دائما احنا مثلا اذا اي احد من عيالنا شال اي شيء لو خفيف يقول بسم الله عليك لا تشيل، نخاف على يعني عيالنا. فما خفت على عيالك؟ ما في هناك مختصين يتابعون عيالك شيء كذي؟ هو شيء طبيعي انه لازم ان انا كابو او كمدرب لهم، لان انا في النادي مدرب مو ابو، اخاف عليهم. ولكن هم لابد لهم يكون متابعه طبيه دكتور العظام، لان تدرون بالسن هذا مواقع يكبر والمفاصل، انا متابع معهم. وغير الشغله الثانيه اللي قاعد انوه فيها انهم هم غير طبيعيين في القوه. يعني ممكن واحد الحين يشوف البرنامج هذا يخلي عياله يلعبون ممكن ينكسر ظهره، شيء طبيعي. اي صح. يشيل وزن عالي لان عظمه طري. يعني ايش؟ انا دائما اقول ان اذا واحد بيدخل اولاده يجربهم يطلعهم بالتسلسل حبه حبه يمشي معهم. انا صار لي تقريبا معهم بالضبط سنه الحين. يعني سنه بالضبط ما شاء الله وصلوا اوزان هاي، واتوقع السنه الجايه راح يبغون عالم اكثر. اوزانهم متقدم. لكن لازم متابعه. يعني انت بتحذر اولياء الامور من انه الفيديوز أكيد. اللي انتوا شايفينها او شفتوها قبل شويه على الهوا دي تم تحت اشراف رياضي وطبي، مش مسموح ومش محبوب ان انتوا تروحوا تجربوها كده في النادي، سواء الاطفال لوحدهم او حتى لو معاهم الاهالي. لازم يكون في اشخاص مختصين، لان دي ليها تبعات صحيه خطيره جدا على اكيد صحه على الاطفال. ظهره وعلى أكيد. انت متاكد او هل انت متاكد انه طبيعه الرياضه دي مفيش اي اثار سلبيه ليها على سلطان وعبد الله لما يكبروا؟ اذا يعني داوموا عليها بالشكل السليم، بشكل سليم 100% ما في. ولكن اذا لعبوا تمارين خطا، لا الغضروف الظهر يقوم، ركبه يعني يصير عمره 20 سنه تلاقونه شلنا شايب. بسم الله عشان شي احنا دائما نخاف. دائما انا اشوف اطفال اعمارهم على 14 اصغر واشوفهم يلعبون الغلط واحذرهم، اقول له لا يلعب هذا بروحه، لان لو لعب راح تكبر معاه الاصابه. فتلاقيه يوصل سن معين خلاص ظهره انتهى، يشتكي عاد من الالام الظهر. فاحنا دائما نقول شنو؟ المتابعه. صح، المتابعة أكيد المتابعة جيدة حق كل أطفالنا سواء في مجال الرياضة أو غيرها من المجالات، لكن احنا عارفة إن هم ما شاء الله يعني أقوى أطفال في العالم. اقوى اطفال في العالم. نعم. فعلى أي أساس خذوا هذا انا اللقب؟ اقول الشغله الحين لما نيجي على مثلا سلطان، انا ما راح اقول يوتيوب اتطرق له. سلطان يزن 25 كيلو، عمره 9 سنوات، انا راجعت كل افلام اليوتيوب ما في بسنه ولا في بوزنه. استحاله يخلونه يلعب، لان في منظمات عالميه تمنع بالسن هذا يلعبون، تمنع لانهم يدرون انه عظم ويتكسر، ما يدرون في ناس معينين ما شاء الله مختصين. فعرفت شلون؟ عيدي مره ثانيه اطلع من سؤال. يعني مثلا أنت اللي قلت اللقب حق عيالك؟ لا اللي اللقب أطلق هذا انا لما حطيتهم باليوتيوب يمكن فوق ال 80 فيلم عندهم، فوق ال 80 اللي حاب يدش اليوتيوب يشوفهم. لما انا حطيته وايد يجوني ردود من امريكا من دول ثانيه، يعني مستغربين هذا صدق عمره كذي؟ احنا ما مصدقين هذا عمره، استحاله يشيل هذا الوزن. حلو، يعني ما إن شاء الله. متواصلين فتبين لي مع- وانا قاعد اراسلهم زين انتم اقل، يقول احنا 14 سنه 14 سنه ندخن، واقلها نخليهم بار فاضي، لكن الوزن اللي يشيل 40 كيلو يقول اول مره نشوفه. يعني عبد الوهاب ما شاء الله شايف ان عياله متميزين الحمد لله. بقوتهم، ان شاء الله الله يحفظهم يا رب، متواصلين مع اقوى اطفال في العالم عبد الله وسلطان بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من تاني مع رايكم شباب، ومستمرين ومعانا اقوى اطفال في العالم هنا تحديدا في الكويت وفي استوديو رايكم شباب. وفاضل شويه دقائق قليله كده قبل الساعه 7 منورنا في الاستوديو سلطان وعبد الله الحداد ووالدهم كابتن عبد الوهاب الحداد. سعداء ان انتم موجودين معانا. ويعني حضرتك قلت انه اسم الله عليهم عبد الله عنده 10 سنوات ماشي في ال11 وسلطان 9 وابطال وقادرين ان هم يرفعوا اوزان بتصل الى 50 كيلو. طب انتوا بتاكلوا ايه؟ طبعا ذكرنا الاكل، اكلنا كله يعتمد على البروتين، مشتقات كل البروتين والفيتامينات، وجبات معينه. يعني بيفطر مثلا فرخه لا خروف؟ لا هو لازم لا هو يا ريت حتى فطور عبد الله قليل عشان شي تشوفون مضاعف شوي. هم يهتمون مع ان وجبه الريوق اساسيه، بس هم يعتمدون على وجبه الغداء اكثر شيء. يمكن احنا اول مره نسمع ان في اقوى اطفال في العالم، مثلا الحين المشاهد يشوف انه يقول ان احنا ما سمعنا عنهم، وينهم في الكويت؟ ليش ما في دعم حق اطفالك اللي هم عبد الله وسلطان من ناحيه هذا الموضوع، ان انت شايف ان في شيء فعلا يميزهم مثل ما قلت قبل شوي انهم عندهم ما شاء الله قوه في العظام، عظمكم يختلف مثل ما انت قلت قبل شوي. فشلون؟ شوف الحين اي كابتن راح يشوف الفيلم اللي انتم